اهلا وسهلا بيكم. تعالوا افرجكم على الوحده الفندقيه الشيك قوي ديت، بدايه من سبوت لايت في الاضاءه، ثلاثه حركه اللي واصل عندي لحد نهايه الطرقه ديت، مع ليد بروفايل اللافف معايا بطول الوحده لحد اخرها، مع المرايه الشيك قوي ديت النص دائريه مع هيدن لايت ماشي بطول نص الدايره كلها، مع تو ستريبس شيك قوي قوي قوي، مع كونسول المفروض ان يكون موجود هنا الحقيقه، ولكن احنا ما قدرناش نتاخر اكتر من كده في التصوير. تعالوا افرجكم بقى على المساحه، عبقريه استغلال المساحات، وقد ايه احنا قدرنا في طرقه توزيع ما بين الطرقه والحمام ان احنا نخلق المطبخ العبقري ده متر و20 سم، لك ان تتخيلوا، فيه غساله، بوتاجاز، حوض محترم جدا، مايكرويف، لسه في اير فراير وخلاط، كل ده في المساحه دي متر و20 سم، ولسه عندي مساحات تخزين سفليه وعلويه مغطيه كانه مطبخ 4 في 4، ما فيهوش اي مشكله خالص، مغطي كل الاجهزه بتاعتي. تعالوا نبص على الحمام ده والتفاصيل الجميله قوي فيه. المرايه ديت هي مرايه مع زرار هيتر عشان بعد الشاور لو تجمع قطرات او بخار ميه على المرايه ينزل لوحده، مع الشاور الشيك قوي دوت، مع طبعا الاضاءات في الحمام البروفايل مع سبوتس اكتر من مستوى اضاءه. تعالوا نبص على اوضه النوم والتفاصيل برضو، من بدايه من الاضاءه، سبوت 3 حركه عندي زي برضو ما بره موجود وكل اليونت فيها، هيدن لايت شيك جدا جدا حوالين التسريحه، مع الدريسنج جوه الدريسنج هيدن لايت برضو لطيف جدا، مع الهيدن لايت اللي ورا السرير الشيك جدا جدا ده، وتو سبوتس حوالين الكومود، او يعني عند كل كومود تو سبوتس للاستخدامات الليليه، مع هيدن لايت حرف ال ماشي معايا. فبالتالي الاوضه متغطيه كلها بكل المستويات الاضاءه المطلوبه. تعالوا بصوا كمان على التفصيله ديت، ما كانش عندي مساحه كويسه هنا للستاره، فعملنا ستاره رول شيك جدا بلاك اوت للاستخدام، سهوله الاستخدام. كان عندي كمان باب الالموتيل خليناه يفتح لبره علشان نقدر نستغل اقصى استغلال للمساحه، مع سلك بليسيه محترم جدا تركي علشان الاستخدام من غير القلق من الحشرات. طبعا كان صعب اعمل يعني سلك عادي، فعملنا السلك البليسيه العملي جدا والشيك جدا دوت. عندي كمان طبعا الكونسول اللطيف قوي ده تحت التسريحه، ما تحسش ان الاوضه دي 3 ونص 3 ونص، ولا انها صغيره جدا من كتر استغلال المساحات. عندي طبعا الباب ده، شلنا الباب المفصلي وعملنا الباب الجرار الشيك قوي ده علشان نقدر نخلق مساحه للثلاجه ممتازه جدا. ما ننساش برده كمان عشان مساحات التخزين اللي اتكلمنا عليها، لازم اخلق مساحات تخزين لان اليونت صغيره جدا، فعملنا الميكانيزم ده بتاع السرير عشان اقدر اخلق مساحات تخزين كويسه جدا، اقدر اخزن فيها اللي انا محتاجه في اليونت. هنستكمل هنا الريسبشن، منطقه الريسبشن او الدايننج روم، مع مستويات الاضاءه بسبوت 3 حركه الشيك ده، مع طبعا الاضاءات المخفيه المختلفه. تعالوا نبص كده هنا تحت، اضاءه مخفيه تحت المكتبه، معايا اضاءه حوالين الشاشه، مع اضاءه فوق الشاشه، مع اضاءه كمان هيدن على الكافي كورنر الشيك الجميله جدا. حضراتكم كده بصوا ركزوا معايا، المساحه الصغيره جدا دي واخده كافي كورنر مع شاشه تلفزيون محترمه جدا، مع مكتبه تلفزيون ومساحه تخزين، لكم ان تتخيلوا ان دي اوضه 3 متر في 3، يعني اوضه صغيره جدا 3 متر في 23، مساحه صغيره جدا. ومع ذلك اهتمينا جدا ان كل حاجه تكون متناغمه ومتجانسه. لون الخشب بتاع الفرنتشر هو نفس لون الخشب، نفس الدرجات او درجات متجانسه وماتشنج، ده لون بيرد على لون، بيرد على الفرنتشر، بيرد على التابلو الشيك قوي ده. صعب جدا عينك تنشز او تجيب اي حاجه نشاز في الاوضه الجميله قوي دي، حتى الستاير لونها ماتشنج وبيرد على بعضه، مفيش مجال للصدفه، كل حاجه كان معمول حسابها ومعموله صح.
100%. عندنا كمان مساحات تخزين اهتمينا بيها جدا نظرا لضيق المساحه، العميل جايب حاجته حاططها. الكونسول الجميل قوي ده مع 2 كاب هولدرز، مع مكان للشحن، مع فيش محطوطه بمكانها المظبوط المحسوب حسابه علشان سهوله الاستخدام. كل ده ما كانش جاي وليد الصدفه، كل حاجه كان معمول حسابها. عندنا مشكله، هناكل ازاي؟ هناكل فين؟ هنعمل ايه؟ لو احنا 4 افراد موجودين في اليونت ديت كان لازم نوجد حل. عملنا ترابيزه ميكانيزم شيك جدا وعمليه جدا في استخدامها، وتتلم تاني وتبقى ترابيزه انتريه عاديه. طيب لو عندي 4 اشخاص محتاجين مبيت، هنعمل ايه؟ نروح جايين برضو عاملين كنبه السرير الشيك جدا دي ومرجعينها تاني بعد الاستخدام. فبالتالي كل حاجه معمول حسابها صح وموجوده في مكانها بالظبط. اخر حاجه عندي ساوند سيستم اهو، بيتحكم في ساوند سيستم لكل اليونت هنا في الطرقه واوضه النوم. فبقت عندي اليونت بالجمال والكمال ده. شكرا، اشوفكم الفيديو الجاي.